واحد تاني يقول لك ايه، اوعى تخلي جوميز يروح الاهلي لانه الاهلي معروف انه بياخد المدربين من الزمالك. افتي بقى، هو جوميز بيدرب الزمالك؟ انا مجرد سؤال يعني. جوميز بيدرب مين؟ بيدرب الفتح. حتى لو جه الاهلي، وانا قلت لك القصه من البدايه، ما بيدربش الزمالك. ده جوميز ساب الزمالك، وانت عارف الاسباب ايه، وما بنتكلمش في هذا الامر. لكن هولمان جه على الزمالك بعد ما كان بيدرب النادي الاهلي، وبيسيرو جه على الزمالك بعد ما كان بيدرب النادي الاهلي، وكارتيرون وكتير جدا من المدربين. الجوهري يعني اسطوره من اساطير النادي الاهلي ونجم من نجوم النادي الاهلي، عادي. وانت ليه مخك ضيق قوي كده يا حبيبي؟ هو جوميز مدرب الزمالك؟ هو اشرف بن شرقي الاهلي لما جابه كان بيلعب في الزمالك؟ هو امام عاشور الاهلي لما جابه كان بيلعب في الزمالك؟ مجرد سؤال بس جاوبني يعني. تريزيجيه يا سيدي ابن النادي الاهلي، الاهلي لما جابه كان بيلعب في الزمالك؟ بيلعب في نادي ومعروض، النادي بيدخل بيتفاوض بيجيب وخلاص، الموضوع منتهي. زيزو عقده خلص مع نادي الزمالك، النادي الاهلي تفاوض معاه، اداله العرض، الدنيا تمام التمام، جه النادي الاهلي عادي. زي حسام حسن وابراهيم حسن اللي عملوا تاريخ عظيم مع نادي الزمالك، خلصوا عقدهم. النادي الاهلي حصل خلاف، راحوا نادي الزمالك، توفيق، ونجحوا وخدوا بطولات دوري وخدوا وعملوا حاجات كثيره جدا. هذه هي كره القدم. والله العظيم ثلاثه ناس مخها قد